أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحقيقة الأولى أن كلمة كنتم في هذه الآية تعني أصبحتم، يعني بهذه البعثة، بهذه الرسالة الخاتمة، بهذا النبي الأول، أصبحتم أيها العرب خير أمة أخرجت للناس. وقد كتبت هذه الآية في مقر الجامعة العربية، ولكن بعضهم يسأل: ما سبب خيرية هذه الأمة؟ الآية تقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن بعضهم يقول: علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ورد عن رسول الله: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ وكأن الصحابة الكرام صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ يعني معقول؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فصعقوا صعقة أشد، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني أخطر شيء في حياة الأمم تبدل القيم. أخطر شيء في حياة الأمم تبدل القيم. يعني ملك الغساسنة جاء مسلما في عهد عمر، وسيدنا عمر رحب به أشد الترحيب. في أثناء طوافه حول الكعبة بدوي من عامة الناس، من سوقة الناس، من دهماء الناس، داس طرف ردائه فانخلع رداؤه عن كتفه. فهذا الملك جبلة، الملك الغساني، ضرب هذا الأعرابي ضربة هشمت أنفه، فما كان من هذا الأعرابي إلا أن شكاه إلى خليفة المسلمين، إلى سيدنا عمر. والقصة طويلة، لكن بعض الشعراء صاغها في أبيات شعرية. سيدنا عمر استدعى جبلة ابن الأيهم وسأله: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك دساوى. إذن حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك حينما قال شاعر في عهد عمر رضي الله عنه يهجو أحدا من العرب، قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. سيدنا عمر أمر بحبس الشاعر، لأن الأدباء قالوا: هذا أهجى بيت قالته العرب. المفاجأة غير المتوقعة أن هذا البيت شعار الإنسان الآن في شتى بقاع الأرض: دع المكارم
لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. لذلك وصف الله المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا حال المؤمنين، يعني المؤمن الصادق يؤوي إخوانه المشردين والبائسين والفقراء. من لوازم الإيمان أن يهب الناس لنصرة المظلوم. لكن بعد هذه الآية هناك ملمح دقيق جدا. يقول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكفار يتعاونون ويسهرون الليالي ويخططون، وإن لم تخطط يخطط لك، وإن لم تكن رقما صعبا في خطة العدو تكن رقما تافها. فالقضية تحتاج إلى نهضة، إلى تعاون، إلى قوة. لذلك إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن نكون أقوياء، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل الإنسان إذا قاربه الموت يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الآن والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، واضح. هؤلاء المؤمنون آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الآن ندقق. قال تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الهاء على من تعود؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. علماء التفسير قالوا هذه الهاء تعود على الآية السابقة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. يعني المؤمن إن لم يؤمن الإيمان الذي أراده الله، الإيمان الذي يحمله على طاعة الله، ويهاجر ويجاهد بماله ونفسه ويؤوي المشرد وينصر المظلوم، إن لم نفعل ذلك سقطنا من عين الله وانتهت رسالتنا وفقدنا دعم الله لنا. لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه يسيطر الكفار ويضيق على المؤمنين دوائر الحق ويحتل بلادهم وينهب ثرواتهم، وهذا شأن الإنسان البعيد عن الله عز وجل. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، الهاء تعود على الآية السابقة بأكملها: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك ورد في بعض الأحاديث: موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. لذلك قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال، ولم يقل صالحون. فمعناها الإنسان إذا كان صالحا في نفسه قد يستحق التأديب من الله، لأنه تخلى عن الشأن العام، لم يهتم بمن حوله، اهتم بنفسه. أما حينما يهتم المرء بالشأن العام لن تقع هذه المصائب الكبيرة التي نسمع بها كل يوم. لذلك الله عز وجل أمرنا فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفرق دقيق بين الفلاح والنجاح. فالإنسان أحيانا ينجح في جمع المال، أو ينجح في تسنم منصب رفيع، أو ينجح في زواجه أو في اختصاصه أو في دراسته أو في عمله. لكن الفلاح أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله. الفرق دقيق جدا بين النجاح والفلاح. فلذلك حينما تعرف الله عز وجل معرفة تحملك على طاعته
وحينما تتعرف إلى منهجه القويم وتعتمده منهجا لك في حياتك، حينما تؤمن بالذي أمرت به وتبتعد عن الذي نهيت عنه، وحينما تقيم الإسلام في نفسك أولا وفي بيتك ثانيا وفي عملك ثالثا، تكون قد حققت الهدف من وجودك. وعندها اسمع قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني علة وجودك في الدنيا أن تؤمن وأن تشكر، لأن هذا الكون مسخر لك تسخير تعريف وتكريم. موقفك من تسخير التعريف أن تؤمن، وموقفك من تسخير التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ لا توصف بأنك ناجح في الحياة، توصف بأنك فالح، أي حققت الهدف من وجودك، وعندئذ لا تثريب عليك، والله سبحانه وتعالى يكرمك في الدنيا والآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.